أنا مرة أخرى أقول، وأيضا بكل إخلاص وبكل محبة وصدق، وأيضا حرصا على الشعائر الحسينية، بأن التطبير هو في الواقع توهين للشعائر الحسينية. والتطبير ليس من الشعائر. التطبير ليس من الشعائر. لا يمكن للتطبير أن يكون من الشعائر، لأنه كما قال السيد الخوئي لم يرد فيه نص. والتطبير لم تفعله كما يصف البعض أن السيدة زينب نطحت رأسها. نعم. وأنا برهنت أن هذه الرواية رواية أموية. وبالتالي مسألة التطبير هي في الوقت الحاضر توهين للشعائر، تشويه لرسالة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا هو رأي الآن الكثير من مراجع مذهب أهل البيت عليه الصلاة والسلام. وعلينا أن نترك هذا الأمر. وعلينا، والحمد لله عندنا شعائر هي موروثة عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. لا شبهة فيها. لا ريب فيها. أورثنا إياها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما أقام المجالس. هو أول من أسس وأقام المجالس للحسين عليه الصلاة والسلام، وهذا موجود في كتبنا وكتب إخواننا أهل السنة. فتعالوا إلى الشعائر المحمدية. إلى الشعائر الحسينية. هي المجالس، تثقيف، توعية، بكاء، تفاعل، مواساة. والتطبير لا ينطبق عليه كل هذه، وليس من الشعائر. ومرة أخرى نقولها بصدق، لا نريد أن نطعن بأحد ولا نجرح بمشاعر أحد، ونقولها حرصا على الشعائر، لأن التطبير هو عدو الشعائر الحسينية، لأنه ليس من التطبير إلا تشويه الثورة الحسينية. أنا وجدت في كتب إخواننا أهل السنة والجماعة، وجدت أن يعني أول من قام بفعل يشبه التطبير أو ينطبق عليه هو أم المؤمنين عائشة. لا إله إلا نعم. الله. نعم. عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت بالخبر لدمت. اللدم باللغة العربية بأنه يعني أخذت حجرا أو ما يشبه الحجر وضربت رأسها. نعم. وطبعا هذه الرواية وهي رواية صحيحة عند إخواننا أهل السنة والجماعة. لهذا أنا قلت أن التطبير ليس زينبيا. التطبير إذا أردنا أن نرجع إلى من أول من طبر هي أم المؤمنين عائشة. بالرغم من ذلك الآن إخواننا أهل السنة والجماعة يرفضون هذا الأمر. نعم. ولو أنه لم يعترض أحد على أم المؤمنين عائشة. فالتطبير ليس زينبيا، التطبير هو عائشيا. ولكن بالرغم من ذلك أهل السنة والجماعة رفضوا، أو على الأقل يعني لم يؤيدوا، لا أريد أن أقول رفضوا هذا العمل، ولكن لم يؤيدوا هذا التصرف، مع أنهم أولى به الآن في مثل هذه الحالة. هم أولى الآن أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي أقام المجالس وجمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، جمعهم في مجالس وبكى وأبكى وطلب من جبرائيل بتربة كربلاء. والقصة معروفة، وأم سلمة التي احتفظت بهذه التربة رضوان الله تعالى عليها. فنحن نقول لإخوان أهل السنة والجماعة مجالس عاشوراء ومجالس الإمام الحسين ينبغي أن تشاركوا فيها كما يشارك الشيعة. شكرا. لأن يزيد لا يمثل لا السني ولا يمثل الإسلام، والإمام الحسين خرج مواجهة للإسلام الأموي لا الإسلام الخلافة والإسلام الآخر. نعم. فعلى الجميع أن يشارك في مجالس عاشوراء وأن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم.